بشرى سارة لمحب وظائف في مجال المرتب 9000 جنيه، فرصة مميزة لعمل بدون خبرة، مطلوب فورا، فرص عمل جديدة والتجربة الشباب والبنات، فرص عمل حقيقية بمرتبات 9000 جنيه. نتكلم على كل تفاصيل الوظيفة وازاي تقدر تقدم وايه هي الشروط للتقديم. وزارة العمل، مطلوب وظائف، تعيين الفوري، مجال الإداري، مرتبات 9000 جنيه. هنتكلم على كل تفاصيل الوظيفة والمزايا والتقديم وايه الموقع الرسمي اللي هتقدم من خلاله. خبر عاجل، خبر رسمي من وزارة العمل بتعلن عن توفير وظائف جديدة لوظيفة الأمن الإداري. ده هيكون في عدد كبير من المشاريع الحيوية إذا الدولة، وده بيكون في إطار جهود الدولة علشان توفر فرص عمل لائقة لجميع الشباب المصري سواء من نساء أو الرجال. تفاصيل هامة جدا عن الوظيفة قبل ما تقدم. أولا، الوظيفة فرد أمن إداري. المؤهلات المطلوبة لازم يكون عنده مستوى تعليم لا يقل عن شهادة الابتدائية، يعني مستوى التعليم يكون أكتر من الشهادة الابتدائية، بيعرف يقرأ ويكتب ويكون مخلص معاه شهادة ابتدائية. مرتبات تكون من 20 7000 حتى 9000 جنيه. أما بالنسبة للعمر، العمر متوفر من 20 سنة لغاية 45 سنة. مميزات كتيرة بتقدمها وظيفة الأمن الإداري. أول حاجة ضمان اجتماعي، كمان بتقدم مزايا تانية في التأمين الصحي، توفر لك كمان سكن فروش ومواصلات داخلية، حوافز، وكمان فرص كتيرة علشان تترقى بيها. مواقع العمل المطلوبة علشان تقدر تقدم، هنكلمكم كمان عن موقع اللي هتقدم من خلاله. مواقع العمل: العاصمة الإدارية الجديدة، منطقة العين السخنة، وكمان في منطقة راس الحكمة، منطقة الشروق وزايد برق. سيب لكم الموقع اللي هتقدروا تقدموا خلاله، تلاقوه في صندوق الوصف اسفل الفيديو. بالنسبه لفرص عمل تانية اللي هي عن طريق السفر الى الاردن، بتعلن كمان وزاره العمل عن فرص جديده في الاردن، ودي بتكون في اطار الجهود وزاره العمل عشان اسواق عمل جديده لكل العماله المهره المصريه. تعلن الوزاره عن تلقي طلبات توظيف جديده من الاردن، توظيف عدد من العماله المصريه المخصصه، وده هيكون في قطاعات زي قطاعات الانشاء وقطاع المعمار. بتاتي الفرصه بناء على طلبات مؤسسه ابراهيم محمود احمد المكاوي في الاردن. كمان هنقول لك على كل التفاصيل والتخصصات المطلوبه. تاكد استعدادها لاستقبال العماله المصريه المؤهله تستوفي المعايير المعلنه. بتوضح وزاره العمل ان الوظائف المتاحه في قطاع الانشاء والمعمار بتشترط خبره عمليه، وده بيكون في مجال البناء والهندسه المعماريه. قد تم تحديد الشروط والمؤهلات علشان ضمان اختيار انسب الشباب للوظيفه. توفر 8 وظائف هو العدد الذي يطلبه الجانب الاردني خلال مرحله التوظيف. تراوح الرواتب في الاردن ما بين 92 و 350 دينار اردني، وهو مستوى تنافسي في سوق العمل الاردني مناسب للعديد من الكفاءات عندهم خبره والرغبه في العمل بالخارج من اصحاب الخبرات في هذا القطاع. بتحدد كمان وزاره العمل مجموعه من الشروط الاساسيه لازم تتوفر في المتقدمين، ومنها الحصول على مؤهل عادي اعدادي كحد ادنى. كمان تكون الفئه العمريه من 25 سنه لغايه 45 سنه، وده يتناسب مع طبيعه العمل في قطاع البناء الذي يتطلب قوه بدنيه وكمان بيتطلب خبره عمليه. هنسيب لكم كمان رابط التقديم في صندوق الوصف اسفل الفيديو. وبالتوفيق للجميع. بشرى سارة لمحب وظائف في مجال المرتب 9000 جنيه، فرصة مميزة لعمل بدون خبرة، مطلوب فورا، فرص عمل جديدة والتجربة الشباب والبنات، فرص عمل حقيقية بمرتبات 9000 جنيه. نتكلم على كل تفاصيل الوظيفة وازاي تقدر تقدم وايه هي الشروط للتقديم. وزارة العمل، مطلوب وظائف، تعيين الفوري، مجال الإداري، مرتبات 9000 جنيه. هنتكلم على كل تفاصيل الوظيفة والمزايا والتقديم وايه الموقع الرسمي اللي هتقدم من خلاله. خبر عاجل، خبر رسمي من وزارة العمل بتعلن عن توفير وظائف جديدة لوظيفة الأمن الإداري. ده هيكون في عدد كبير من المشاريع الحيوية إذا الدولة، وده بيكون في إطار جهود الدولة علشان توفر فرص عمل لائقة لجميع الشباب المصري سواء من نساء أو الرجال. تفاصيل هامة جدا عن الوظيفة قبل ما تقدم. أولا، الوظيفة فرد أمن إداري. المؤهلات المطلوبة لازم يكون عنده مستوى تعليم لا يقل عن شهادة الابتدائية، يعني مستوى التعليم يكون أكتر من الشهادة الابتدائية، بيعرف يقرأ ويكتب ويكون مخلص معاه شهادة ابتدائية. مرتبات تكون من 20 7000 حتى 9000 جنيه. أما بالنسبة للعمر، العمر متوفر من 20 سنة لغاية 45 سنة. مميزات كتيرة بتقدمها وظيفة الأمن الإداري. أول حاجة ضمان اجتماعي، كمان بتقدم مزايا تانية في التأمين الصحي، توفر لك كمان سكن فروش ومواصلات داخلية، حوافز، وكمان فرص كتيرة علشان تترقى بيها. مواقع العمل المطلوبة علشان تقدر تقدم، هنكلمكم كمان عن موقع اللي هتقدم من خلاله. مواقع العمل: العاصمة الإدارية الجديدة، منطقة العين السخنة، وكمان في منطقة راس الحكمة، منطقة الشروق
وزايد برق. سيب لكم الموقع اللي هتقدروا تقدموا خلاله، تلاقوه في صندوق الوصف اسفل الفيديو. بالنسبه لفرص عمل تانية اللي هي عن طريق السفر الى الاردن، بتعلن كمان وزاره العمل عن فرص جديده في الاردن، ودي بتكون في اطار الجهود وزاره العمل عشان اسواق عمل جديده لكل العماله المهره المصريه. تعلن الوزاره عن تلقي طلبات توظيف جديده من الاردن، توظيف عدد من العماله المصريه المخصصه، وده هيكون في قطاعات زي قطاعات الانشاء وقطاع المعمار. بتاتي الفرصه بناء على طلبات مؤسسه ابراهيم محمود احمد المكاوي في الاردن. كمان هنقول لك على كل التفاصيل والتخصصات المطلوبه. تاكد استعدادها لاستقبال العماله المصريه المؤهله تستوفي المعايير المعلنه. بتوضح وزاره العمل ان الوظائف المتاحه في قطاع الانشاء والمعمار بتشترط خبره عمليه، وده بيكون في مجال البناء والهندسه المعماريه. قد تم تحديد الشروط والمؤهلات علشان ضمان اختيار انسب الشباب للوظيفه. توفر 8 وظائف هو العدد الذي يطلبه الجانب الاردني خلال مرحله التوظيف. تراوح الرواتب في الاردن ما بين 92 و 350 دينار اردني، وهو مستوى تنافسي في سوق العمل الاردني مناسب للعديد من الكفاءات عندهم خبره والرغبه في العمل بالخارج من اصحاب الخبرات في هذا القطاع. بتحدد كمان وزاره العمل مجموعه من الشروط الاساسيه لازم تتوفر في المتقدمين، ومنها الحصول على مؤهل عادي اعدادي كحد ادنى. كمان تكون الفئه العمريه من 25 سنه لغايه 45 سنه، وده يتناسب مع طبيعه العمل في قطاع البناء الذي يتطلب قوه بدنيه وكمان بيتطلب خبره عمليه. هنسيب لكم كمان رابط التقديم في صندوق الوصف اسفل الفيديو، وبالتوفيق للجميع. بشرى سارة لمحب وظائف في مجال المرتب 9000 جنيه، فرصة مميزة لعمل بدون خبرة، مطلوب فورا فرص عمل جديدة والتقدير الشباب والبنات. فرص عمل حقيقية بمرتبات 9000 جنيه. نتكلم على كل تفاصيل الوظيفة وازاي تقدر تقدم وايه هي الشروط للتقديم. وزارة العمل مطلوب وظائف تعيين الفوري مجال الإداري، مرتبات 9000 جنيه. هنتكلم على كل تفاصيل الوظيفة والمزايا والتقديم وايه الموقع الرسمي اللي هتقدم من خلاله. خبر عاجل، خبر رسمي من وزارة العمل بتعلن عن توفير وظائف جديدة لوظيفة الأمن الإداري. ده هيكون في عدد كبير من المشاريع الحيوية إذا الدولة، وده بيكون في إطار جهود الدولة علشان توفر فرص عمل لائقة لجميع الشباب المصري سواء من نساء أو الرجال. تفاصيل هامة جدا عن الوظيفة قبل ما تقدم. أولا الوظيفة فرد أمن إداري. المؤهلات المطلوبة لازم يكون عنده مستوى تعليم لا يقل عن شهادة الابتدائية، يعني مستوى التعليم يكون أكتر من الشهادة الابتدائية، بيعرف يقرأ ويكتب ويكون مخلص معاه شهادة ابتدائي. مرتبات تكون من 20 7000 حتى 9000 جنيه. أما بالنسبة للعمر، العمر متوفر من 20 سنة لغاية 45 سنة. مميزات كتيرة هتقدمها وظيفة الأمن الإداري. أول حاجة ضمان اجتماعي، كمان بتقدم مزايا تانية في التأمين الصحي، توفر لك كمان سكن فروش ومواصلات داخلية، حوافز، وكمان فرص كتيرة علشان تترقى بيها. مواقع العمل المطلوبة علشان تقدر تقدم، هنكلمكم كمان عن موقع اللي هتقدم من خلاله. مواقع العمل: العاصمة الإدارية الجديدة، منطقة العين السخنة، وكمان في منطقة راس الحكمة، منطقة الشروق، وزايد برق. سيب لكم الموقع اللي هتقدروا تقدموا خلاله، تلاقوه في صندوق الوصف اسفل الفيديو. بالنسبه لفرص عمل تانية اللي هي عن طريق السفر الى الاردن، بتعلن كمان وزاره العمل عن فرص جديده في الاردن، ودي بتكون في اطار الجهود وزاره العمل عشان اسواق عمل جديده لكل العماله المهره المصريه. تعلن الوزاره عن تلقي طلبات توظيف جديده من الاردن، توظيف عدد من العماله المصريه المخصصه، وده هيكون في قطاعات زي قطاعات الانشاء وقطاع المعمار. بتاتي الفرصه بناء على طلبات مؤسسه ابراهيم محمود احمد المكاوي في الاردن. كمان هنقول لك على كل التفاصيل والتخصصات المطلوبه. تاكد استعدادها لاستقبال العماله المصريه